طب تفتكر يا محمد ليه الناس، انا دايما لما اي حد بيكلمني عايش في اوروبا او امريكا او ايا كان البلاد اللي بره دي، دايما بيبقى شايف ان مصر اتغيرت وبتتغير، يعني هي ماشيه ده دايما. مم. انما تيجي هنا في مصر تلاقي اللي هو كله بيشتكي وكله عايز يسافر بره وكله شايف ان مفيش حاجه بتحصل. تفتكر ده سببه ايه؟ انا سمعت ده بودني فعلا من ناس كتير كانت بتسافر بره، ولما يجي تبتدي تقول له البلد فيها كذا ومش حلو، انتقاد عادي، تبتدي يقول لك الله ازاي ده انتوا البلد بقت جميله جدا. انا بشوف الفكره دي انه الناس اللي بتبقى بره بيبقى عامل بالظبط زي الزائر اللي بيجي لك البيت ويكتشف مره واحده ان ابنك او بنتك كبرت. فلما يلاقيهم كبروا يقول لك الله انت بقيتي عروسه او بقيت عريس. هو هو مشي شايف وسابها على شكل ورجع. وفجأة لقى حاجه تانية. بالظبط، فلما رجع طب انت ما شفتش بقى الايام اللي فيها تعب وفيها سهر وفيها تعليم وفيها مصاريف؟ انت مش عايش الحياة الواقعية اليوم الدي تو داي وورك بتاع الناس ومشاكلهم جوه البلد اللي هم بيعانوا منها عشان في الاخر يوصلوا للنتيجة دي. انما انت جيت ما كانش فيه مثلا المدن الجديدة الكباري الحاجات دي، فانت جيت بعد 5 سنين مثلا او كل سنة بتيجي بتشوف الشكل الخارجي فبتعتقد ان الله البلد بقت جميلة. لكن تعالى وعيش المعاناة اليومية الكواليس بقى اللي هو ما شافوهاش خالص دي، اللي عايشها اللي فيها اي كل شخص. حاجه وحشه. بالظبط. فبيبقى هو شايف من وجهة نظره واحنا شايفين من وجهة نظرنا اللي موجودين جوه البلد. فهم لازم ينزلوا للواقع، لان الاختلاف ده ساعات بيبقى الناس شايفة خلاص طب ارجع اقعد في البلد، لو هي عاجباك ارجع اقعد في البلد. وهم هناك بره بيبقوا شايفين ان احنا مش مقدرين اللي احنا فيه، هو بالظبط، دايما ما بيتفقوش. ما بيتفقوش. وانا شايف انه يا جماعة مش لازم ابقى انا صح او انت صح، انت ارضى بسفرك واتبسط بيه، واللي جوه البلد يرضى بحاله او يسعى انه يغيره. انا مش لازم احكم على حد واقول له انت فكره السفر بتاعتك صح او غلط، او قعدتي في البلد دي مش لازم كويسه. تحسسني كل شويه انا ناقصني حاجه. بس لا، انا خليني ابقى انا راضي، والرضا ده اهم حاجه. لكن دايما لا بتسافروا يا جماعه، اللي بره يقول لك سافر واللي جوه يقول لك طيب شوف لنا سفر، يعني لا خلينا نبقى كل واحد راضي بحاله يعني. ومش بيقبلوها على فكره يا محمد. لا يعني مش بيقبلوا ان انت اللي هو انت قاعد بره، خليك بقى، ده انت بره وبيحصل لك وبيحصل لك. لا. الموضوع بيتقلب بشخصنه غريبه، اه يعني مش فاهمه ليه، يعني بي- مع ان ما تخليه يا جماعه، خلي كل واحد في حاله. هو بيعتقد مثلا ان اللي جوه ده مش حاسس بالتعب اللي هو فيه بره والغربه، وبيبقوا شايفين دايما اللي بره دول هم معاهم فلوس وبس. ومحتاجين يتعاقبوا عليها، انت سافرت بالظبط. وعندك فلوس وقاعد في حته حلوه، لا بقى انا هحسسك باللي ايوه ناقصك، انا بالظبط. هحسسك ان انت وحش وما ده عملتش طبيعي، حاجه. ده طبيعي بيحصل جدا ما بين دايما الكونفرزيشن دي بتحصل ما بين اي حد مسافر وحد مستقر في بلده يعني. انت اشتغلت اتش ار زي ما قلنا في شركات مختلفة كتير، يعني شفت كل انواع الموظفين بكل اشكالهم وانواعهم. مظبوط. لو في حاجة واحدة لقيتها موجودة في كل اللي انت اتعاملت معاهم، هتبقى ايه الحاجة دي؟ طيب هي مش حاجه ايجابيه او سلبيه، هو بس احتياج انا بشوفه عند كل الناس. وده يمكن بدوري كاتش ار انا بحاول ان انا اعمله في اي شركه بروحها او اي مكان بروح له استشارات يعني. وهي الترانسبيرنسي. من اكبر الافات اللي موجوده في الشركات هو ان مفيش شفافيه في اي معلومات بتتقال، الا من رحم ربي يعني، في شركات طبعا بتعمل ده. لكن دايما الموظف عنده احتياج لانه يعرف بكره في ايه، يعرف مرتبه هيزيد يبقى كام، يعرف كل حاجه عن الشركه، ما يبقاش مغيب. فالموظفين كلهم مشتركين في ان هم عايزين يتقدروا بان انا اشاركه واديله المعلومات اللي هو محتاجها عن الشركه وعن مستقبله، كارير باث بتاعه، هترقى ازاي، ايه الكاركتيريا اللي انت محتاجها مني عشان اقدر اعملها. فكلهم بيتفقوا في ده. لكن لو انا هتكلم على عيوب ومزايا في الموظفين، فاحنا شويه الموظفين المصريين كلهم بيميلوا ان هم ما يشتغلوش في عدم وجود مدير او حد بيراقب شغلهم يوميا. فدايما محتاجين بيرفورمانس مانجمنت سيستم يقدر يبقى حاطط كي بي ايز ليهم ان هم اتابع شغلك ازاي واشوف الاحداث الايجابيه والسلبيه من شغلك علشان يقدر اطلع منك احسن حاجه. لانه بيميل الى الكسل وبيميل انه دايما بيبعد عن الشغل كتير اللي هو عايش فيه. يعني مثلا عندي ناس دايما تخش عليهم المكاتب تلاقيهم ماسكين الموبايلات طول اليوم. طب انت ماسك الموبايل ليه؟ هو اتعود. وموضوع بقى الافكشنز بتاع السوشيال ميديا، هو طول اليوم قاعد وتلاقيه قاعد بيدور على شغل طول اليوم من على جهاز الشركة، ومشغول بيفكر حاجات كتير غير الشغل ومش مركز. طب احنا محمد ممكن نقول على الموضوع ده ان مثلا هما ما بيحبوش الشغل،
هنرجع تاني لفكرة الأمان. هو شغال في شركة عشان يضمن مرتب آخر الشهر أيا كانت الشغلانة. يعني البني آدم لما بيتخرج من الجامعة كل أهله ما فيش في دماغهم غير إيه، روح بسرعة اشتغل أي حاجة، كول سنتر ولا مش روح شوف لك أي حاجة تجيب لك مرتب آخر الشهر عشان هم يخلصوا من المصاريف. تمام. فهي برضو بتبقى اللي هو أنا مش مرتاح هنا ومش مبسوط هنا، فأنا أنا هضيع أي وقت، أنا هعمل أي حاجة لحد ما أقبض آخر الشهر ونشوف الدنيا فيها إيه. هو مش يعني بنسبة كبيرة لو عملت satisfaction survey ل 80% من الشركات اللي في مصر، هو محدش مبسوط في مكانه. هو عدم الانبساط ده ويرجع لكذا حاجة، أولها الفلوس. يعني مفيش حد راضي عن مرتبه غالبا في مصر، حتى مهما عملت ومهما زودت. خلاص الوضع بقى كل الناس بتشتكي ماديا. فرقم واحد، هو جاي الشغل هو حاسس انه مش بيستفيد حاجة. لما يكون فطاره وشوية القهوة اللي بيجيبهم الصبح والحاجات دي بتكلفه في اليوم 200 جنيه، فهو عايز 6000 جنيه مثلا في الشهر علشان يكفي الاحتياجات دي. فأول حاجة كده صباح الخير هو مش مبسوط. الحاجة التانية، نضيف بقى شوية الحاجات التانية اللي بتخلي أي موظف مش مبسوط. إن مديره بيضايقه، انه مش لاقي فرصه انه يترقى، انه مثلا بيقعدوه شغل اضافي وما بيدروش اوفر تايم. كل دي اسباب تخلي الموظف فعليا ما يحبش شغله. فطبيعي ان هم مش حابين شغلهم، وطبيعي ان هم يهربوا من الواقع ده وما يشتغلش غير لما بيبقى مديره فوق دماغه. فده حاصل بنسبه كبيره جدا، يعني الا ناس قليله اللي بتراعي ضميرها ان هي تشتغل في وجود المدير او عدمه. الفهلوة ايوه الجميلة بتاعت المصريين كلهم، صح. انت بتعتبرها ذكاء ولا ده اي كده حاجة في الفاضي وخلاص واي كلام وتشغيل دماغ وفي الاخر تلاقي شغلك بايظ؟ بص انا بحب مصطلح الفهلوه ده، بس بشوفه بشكل تاني، ان هي مهارات شخصيه. وانا بعشق الناس اللي عندها مهارات شخصيه. بالنسبه لي الشخص اللي بيعرف يخرج من الموقف بفهلوه او يحل الموقف بفهلوه، ده شخص قوي جدا في البيرسونال سكيلز بتاعته. بص، هو بغض النظر هي الناس بتحبها ولا ما بتحبهاش، بتتخنق اوكي. منها ولا لأ، انا بالنسبة لي بحطها تحت بند الذكاء. انا شايفاها بالظبط ذكاء. كده، بالظبط، هو ذكي بس هو جدا. احنا احنا عشان احنا فهلويه ايوه انا مش عارفه اقولها، فهلوناها خليناها كده. بالظبط. فانا يعني انا شايفاها ذكاء الصراحه. انت لا بتشغل، انت بتشغل دماغك طبعا، على اي حاجه في الواقع، طبعا فده اكيد هو ذكاء. ذكاء، وانا بحب ده في الناس اللي بتعرف تعمل كده. ولكن ينقصهم شيء صغير جدا، انت استخدمت الفهلوه ومهاراتك الشخصيه وخرجت من الموضوع. بعد اذنك، بعد ما خرجت من الموضوع اللي انت ممكن تكون مش فاهمه قوي، او ما جاوبتش الاجابه اللي احنا محتاجينها، او ما عملتش الشغل المطلوب منك، روح بقى اتعلم الحاجه اللي انت خرجت منها بفهلوه دي، وارجع تاني بقى بمعلومات دقيقه في اي موضوع، في اي موقف ليك في حياتك. لكن للاسف اللي بيعتمد على فهلوته مدى الحياه وماشي وهو ده اسلوب حياته. هو اللي بيجرب حلاوتها، يعني اللي بيجرب هي بتطلعه من ايه اوكي. الفهلوه اه بيعتمدها اسلوب حياه. بس مش هتوصلك لحاجة حقيقية، لأن الناس مع الوقت هتعرف إن أنت فهلاوي. أنت مش واخدها كدراسة، مش واخدها، مش معلومة ثابتة جواك. أنت بتستخدم مهاراتك اللي ربنا اداها لك في إن أنت تخرج من المواقف أو تحل مواقف معينة. بس تعالى بعد كده بقى أثقل بقى الكلام ده بعلم، بحاجة حقيقية، ما تبقاش في كل مرة بتخرج من المواقف بنفس الشكل أو بتستخدم ذكائك بنفس الشكل. فلا، خليك الاتنين حلوين. وانا بفضل الناس دي، لانه لو بقى عنده نوليدج مع الفهلوه بتاعته، او خلينا نقول البيرسونال سكيلز بتاعته، ده بقى شخص واو. ده بالنسبه لي يفوت في الحديد زي ما بيقولوا يعني.